السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة منال أغا، وعيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غيكون خاص بالتحضيرات وتقضية عيد الأضحى الأساسية واقتراحات تنظيمية كنتمنى أنها تسهل عليكم الخدمة وتمارة ديال العيد وتكسبكم طاقة إيجابية. علاش لا؟ هذا الفيديو غيكون شامل وحافل بنكهة العيد. جبت لكم العيد حتى بين يديكم، هدية مني لمتتبعاتي الوفيات اللي باقي ما تقداوش، ونصائح ذهبية. خليكم معايا نتعرفوا على أهم الأشياء اللي ما نقدروش نستغناو عليها نهار العيد. غنبدا بلائحة المشتريات، وهذه هي الأساس وضروري غتكون كتختلف على حسب احتياجات كل سيدة. فبالنسبة ليا هذه اللائحة فصلتها على قياسي وكتبت فيها جميع الأشياء اللي غنحتاج نهار العيد. من بعد بديت كنكروشي الأشياء اللي عندي وأنا في غنى عنها، هكذا بان ليا الخصاص فين كاين وشريته بكل سهولة. غنبدا بأول حاجة كنت كاتباها في اللائحة، وهي التوابل أو العطرية. ومن الأحسن تاخدوا هاد التوابل من عند شي عطار يكون ثقة ويكون معروف وديما كيجيب سلعة جديدة، لأن العطرية الطرية كتعطينا طياب الليد. بالنسبة لي أنا هاد العطرية هادي خديتها من عند واحد العطار كنتعامل معاه ديما، حقيقة السلعة ديالته زوينة بزاف وكيطحنها ليا حدا عينيا وكنقلبها بيديا حتى كنحيد منها أي حاجة يعني حجرة ولا أي حاجة كنقلب بيديا، وعلى خاطري عاد كنعطيها له كيطحن حدايا. غنبداو ان شاء الله نوريكم العطريه اللي انا غنستعمل. عندي هنايا كمون، هذا ديجا كان عندي انا ما شريتوش، غير جبدته باش نوريكم العطريه الاساسيه اللي خاصها تكون حاضره نهار العيد. كاينه الملحه الرطبه هذه ماشي الحرشه، وهنايا تومه غبره. ضروريه هاد الثومه غبره البنات لانها كتعطي واحد النكهه زوينه. وواحد الحيله بغيت نقولها لكم تبقاو ديروها بالنسبه للناس اللي كيمشيو يتقداو كتغلط لهم العطريه، من الاحسن انكم تبقاو ديروا هاد الوريقات هادو لداخل بحال هادي انا كاتبه فيها المروزيه وخشيتها لداخل باش ما تغلطش ليا مع شي عطريه في اللون ديالها. هنا عندي سكينجبير، وهاد السكينجبير هذا راه ما يمكنش تطحنوه في الدار لانه تيكون ماشي بحال سكينجبير الطري اللي تنحكوه عادي. بالعكس هو وهذا الخرقوم هذا البلدي العواد كيكون قاصح، يعني كناخذو من عند العطار كنشوفو نقلبو غير بيديا هكا كيعطي ليا فشي غربال وكيطحنوا ليا سور بلاص كيخرجوا ليا غبره. تتكون الريحه ديالو غزاله احسن من انكم تاخذوه بالعبار ديجا مطحون ما فيه لا نكهه لا رائحه. هاد العطريه هادي كما قلت لكم لون واحد والريحه اللي كتبدل. هذه عطريه ديال الكفته والاخرى والاخرى المروزيه. الوغ انا دايره فيها وريقه لداخل باش مكتوبه فيها عطريه الكفته. من بعد غنقادهم. عندي هنايا السودانيه والتحميره، وكاين عندي هنايا البزار البيض كيف ما كيبان لكم. ميكا عندي مقطعه ولكن ماشي مشكل غير متقوبه. وعندي هنايا القزبور حبوب. بالنسبه للقزبور حبوب فانا كناخذو كنقيه على يديا، ما يمكنش ناخذو مطحون ولا شي حاجه تيكون فيه الحجر والعواد. وانا ديجا عندي قريعه هنايا مطحون مقاد هو والقرفه، يعني ما محتاجاش اني نطحنو دابا حتى نوقف عليه. وهاد الكنور هذا ديال الزعفران بصراحه كيجي غزال في الطياب والديد. وخديت هاد الزعفران شعره حتى هو بالعبار 30 درهم، هاد الكميه القليله 30 درهم. كان هذا هو طبيق ديال العطريه ديالتي كيف ما تيبان لكم. الكميه اللي خديت هنايا فهي كدير ليا واحد المده لا باس بها. حاولت اني ما ننساش لكم شي حاجه حقيقه. كنتمنى انكم تستعملوا نفس الطريقه واللي قلت لكم، فهي غتسهل عليكم حوايج بزاف. بالنسبه لهنايا فانا عندي تومه
هاد الثومه هادي انا كنديرها غير في شبيكه وكنخليها محطوطه باش ما كتغملش ليا. وعندي هنايا الحمص اللي كنحتاجو مثلا مع الكرعين، كنديرو بعض المرات مع مروزيه كل مره، ومعايش كنديرو في التفايه مع، عفوا قلت لكم مروزيه، كنديرو في التفايه مع كسكسو. وعندي هنايا الزبيب والبرقوق اللي بغيت نشارك معكم البنات. حاولوا انكم تاخذوا هذا البرقوق، ما تيكونش فازق، راه كاين واحد البرقوق تيكون كبير وفازق، يعني من الاحسن تاخذوه هكا صغيور وشاد راسو باش كيتسلق وكيتعسل، كيعطيكم تيزيد كيتنفخ وكيعطي واحد الشكل زوين هو والمشماش. كيف ما تنقول لكم انا ما واخداش كميه كثيره، يعني هاد الكميه اللي واخداها ديال المشماش وديال البرقوق اللي غادي طيب ليا 2 المرات حتى ل3 المرات. المهم ان الانسان ياخد على قياسه ويشكل، ما يبقاش زعما نفس الحاجه. يعني انسان مره تجديد كيكون زوين، مره مشماش، مره برقوق، مره زبيب، مره حتى حاجه. المهم اننا كنغيروا وكنشكلوا في الاطباق ديالنا. المشماش كما قلت لكم حتى هو كنحاولوا نعزلوا هذا الصغيور هذا من كيتعسل كيجي غزال في الطياب ديالو وفي المذاق ديالو تيجي رائع. وعندي هنايا اوراق سيدنا موسى. بالنسبه لهادشي اللي كيبان لكم البنات، فانا خاصني ليه نهار كامل باش نجلس ونقادو في قريعاته ونقيه ونطحن. المهم انا كنشارك معكم غير الاشياء اللي كتحتاج. عندي هنايا سكينجبير، سكينجبير طري، فهذا كنحتاجو انا في العصير في الطبخ. بعض المرات النكهه ديالو مختلفه على اللي مطحون الاخر اللي وريتكم. وهذا الزنجلان كنحتاجو نزوق به هكا البرقوق ولا المشماش هكا في الاطباق ديالي. وبعض المرات ترشو هكا على الخبز من الفوق كل مره وشنو على حسب الاحتياج. كانت هذه هي العطريه الخاصه باللحم اللي الاشياء اللي كنحتاجها في اللحم. غادي نوريكم هاد الاشياء هذه. عندي هنايا هادو خاصين بالخبز. عندي هنايا شنو سميتو النافع عفوا. وعندي هنايا البافو او الخشخاش اللي ما كيعرفوش، ها هو الشكل ديالو تيكون بحال بلو مارين تيبري. تيجي غزاله البنات في الخبز رائع. وعندي هنايا حبه حلاوه والزنجلان، هادو كنحتاجهم البنات صباح ديال العيد، كندير بهم خبيز هكا مشكل تيجي في المنظر كيشهي رائع. ما تسخاوش به، ان شاء الله نشارك معكم شي وصفه الى لقيت شي وقيت. عندي افكار كثيره باغا نشاركها معكم، ان شاء الله يجيب لي الله شي وقيت ونشاركها معكم. هنا البنات بغيت نشارك معكم هذه الفكره هذه اللي رائعه حتى هي. ولكن قبل بغيت نقول لكم باللي البصله اللي انا كنستعمل في العيد هي البصله البيضاء، ما كناخذش البصله الحمراء. هذه البيضه كتجيني المذاق ديالها زوين، حلوه في الطياب، سهله في الطياب ديالها، ما كتاخذش وقت كتير، وكتجي معلكه في الطياب ديالها ورائعه في التغميره مع اللحم. انا الكميه اللي وريتكم هنا فهي كميه قليله جدا، ولكن غير حطيت باش نوريكم شنو البصله، النوع ديال البصله اللي انا كنستعمل. بالنسبه لهاد الفكره هذه البنات اللي بغيت نشارك معكم دابا، فعندي هنايا اشياء كنستعملها في اتاي بالنسبه للناس اللي كضرهم المعده، اللي كيضرهم المصران، اللي كيضرهم اللحم، ما كيجيش معاهم اللحم نهار العيد، او لما كيجيش معاهم الشوا وهداك الشيء. فانا جبت لكم الحل، كولوا على خاطركم. كناخذ هاد القريعه هذه كنقي فيها هاد الاشياء كامله اللي غنشاركها معكم دابا، وكنديرها في هاد القرعه هذه وكنعمر بها اتاي نهار العيد، وكنشربوا راه غزال غزال غزال. عندي هنايا الزعتر، باقي ما منقيش البنات حتى حاجه، راه كيف ما جبتهم كنشاركهم معكم. عندي هنايا حبه حلاوه. عندي هنايا النافع حتى هو. كاينه عندي هنايا الكمون الصوفي. راه الكمون الصوفي غزال والفوائد ديالو كثيره، وكنستعملوها الاطفال اللي يلاه كيتزادوا كنديروها ليهم. وهنايا عندي الكرويه، اللي ما كيعرفش الكرويه هي هذه. وهذا البابونج البنات اللي كيدار معروف في اتاي، مذاق ديالو غزال 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 غزال. الشكل ديالو فحال شي وريضه صفراء، وهو اصلا وريضه، ها هو كيبان لكم.
بالنسبه لهاد شنو غنقولوا لهم، ماشي عطريه ماشي عشوب، فهما كيتخلطوا كتعمري بهم عادي اتاي. وهنايا عندي العطريه ديال القهوه. بالنسبه للعشاق القهوه فانا ما كنخلطهاش مع القهوه ديالي، كنخلي القهوه بوحدها مطحونه وكناخذ هاد العطريه هذه ديال القهوه. من بعد كناخذ القياس ديالي، من كنبغي ندير شي قهوه وكندير القياس ديالي وكنكها بالذوق ديالي وعلى حسب الرغبه ديالتي. كانت هذه هي العطريه اللي كتحتاج للعيد. نسيت لكم السمن، جبتو ودرتو في الثلاجه باش ما يذوبش ليا في هذا الصهد، ولكن نسيت ما حطيتوش. المهم ما تنساوش نتوما السمن. هاد الاشياء رغم البساطه ديالها الا انها كتخرج لينا من البال بعض المرات، وحقيقه الله يحسن عوان السيدات شحال قدهم يتفكروا اشياء كثيره كتضرب في الراس. المهم حاولوا انكم تنظموا كيف ما قلت لكم، استعملوا لا ليست، راها كتفيد بزاف بزاف بزاف. سالينا البنات الجزء ديال العطريه. دابا غندخلوا للجزء ديال كل ما يخص التنظيف او التنظيم. بالنسبه لهاد الاشياء هادو البنات، فانا كنشجعكم على هاد الشبيكات، تستفوا فيهم جميع الاشياء اللي كتحتاجوا نهار العيد، خاصه الناس اللي كيذبحوا في السطح. كتبقى المراه طالعه هابطه طالعه هابطه، كل مره كتفكر شي حاجه كتهبط تجيبها وتعاود تطلع للسطح، كيسالي النهار كتلقى الرجلين ديالها صافي ما بقاوش هازينها. غنشارك معكم اول حيله البنات، هي هاد الميكه هادي اللي معروفه، راه كتباع واقيله وحده بدرهم، انا خديت 10 هنا ب160 ريال. هادو غينفعوكم البنات بزاف. بالنسبه لهداك الدم اللي كيبقى في الاخر منين كنعلقوا الحولي وكيبقى هذاك الدم كيقطر، كناخذ انا بلاستيك، هاد البلاستيكات البويض الرقاق كنفرشها تحت الحولي كيبقى ينقط فيها الدم. حقيقه ما كتعذبنيش، نبقى في الاخر حك 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 صافي التسيقه الاولى ديال السطح، من بعد كنفرش هاد الميكه تحت الحولي وكنبقى هانيه. غادي نشارك معكم عاوتاني هاد الفتيله هادي اللي كنشعلوا بها اللي كنشعلوا بها الفاخر. كتشعل في الصراحه دغيا، ما كتبقايش عاد معذبه، عاوتاني كديري الفاخر كتولي لك البوطه حالتها. وهاد اللعيبات هادو اللي كيديروا 3 دراهم الوحده فهما غزالين عجبوني. هادو راه البنات راه اشياء بسيطه، غيجيوكم بساطين، ولكن راه بصح في اخر لحظه كتنساو عليهم. انا راه كانت وقعت ليا بزاف ديال المرات اخر لحظه وكنلقى راسي نسيت شحال من حاجه كتكون في بالي ونسيتها. هاد الاكياس ديال لابوبال غزالين البنات، كيكونوا عندي انا على طول العام، ماشي بالضروره العيد. عندهم هذيك السينته ديالهم اللي كتعقد، حقيقه راه غزالين غزالين غزالين. راه مش ما كنديرش بيبليسيتي، ولكن بقوه ما كيعجبوني، يعني مهنييني كنشكرهم ليكم. وهاد الزيكسات هادو اللي كنحتاجهم للراس، في الاخر كنبغي نغسل للراس كيهنيوني حقيقه احسن من الشتاء. انا بعدا كيعجبني الزيكس عملي، كيجيني عملي. تيهنيني من الوسخ كما قلت لكم ديال الشوايه ديال الراس. والخل انا كنصحكم به كميه مضوبله، الا كنتو كتحتاجوا قرعه شريو جوج شريو ثلاثه، خاصه في هاد الظروف اللي حنا كندوزو فيها، فالخل راه معقم وكي تحتاج هكا نغسلو به مصاره، نغسلو نرقدو فيه شكان شحال من حاجه. وهذه الملحه الحرشه، قبيله شاركت معكم ملحه الرطبه هذيك ديال الطياب، هذه الحرشه باش نغسل مصارن وداك الدواره وهذيك التخربيق. وهادو البنات فهما بلاستيكات عاديين ديال اللحم، من كيتقطع اللحم كنحتاجهم. وبغيت نشارك معكم هاد البلاستيكات هادو، انا كنستعمل البلاستيكات العاديين وكنستعمل هادو كل مره. وشنو كنستعمل عندي دابا انا هنايا متوفرين عندي، يعني انا ما شريتهمش كانوا عندي هاد البلاستيكات هادو اللي كيتسدوا هكا بطريقه. وبالنسبه للبنات بزاف كيقولوا لي لا راه الماركور كيتمسح لينا ما كيكتبش لينا فيهم مزيان، فانا غنشارك معكم اليوم الماركور اللي انا كنستعمله وما كيتمسحش ليا وكيبقى مزيان. هو هذا غير من الاحسن تخليوه حتى ينشف، عاد دخلوه للثلاجه. ها هو السميه ديالو بيك ماركينغ، بصراحه راه زوين بزاف بزاف بزاف. كان هادو هما البلاستيكات اللي كنستعمل انا في اللحم، في شحال من حاجه كينظموا لي حقيقه الثلاجه.
كاينين واحد البواطات ديال البلاستيكات البنات زوينين حتى هما، اللي ما بغاش يدير بلاستيكات كيدير هادوك البواطات صراحه كيجيو غزالين. والبريكه، فانا عندي بريكه ديال الاستعمال اليومي، ولكن هذه خليتها خصيصا كما قلت لكم ما فيا من نعاود نهبط نهار العيد نقلب على البريكه. الو غنجا معاها في هاد الشبيكه اللي غنهزها هكا بكل شي ديالها، وغتطلع للسطح وغتحط في شي بلاصه تما. وهاد لي لانجات البنات فهما كيفيدوني بزاف مع ولدي وحتى ليا انا. يعني كتكوني مشغوله ولدك كيقي شي حاجه يوسخ يدو ولا بنتك، صافي كتحطيها حداهم كياخذوا منها لي لانجات، ما كتكونيش انت مساليه تغسلي ليهم بالصابون ولا صافي كتحطيهم حداهم. اللي توسخات له يدو ولا شي حاجه وشكيتي انه خاصو يغسلها كديباني ليه بهاد لي لانجيت هادو حتى تسالي، وديك الساعه كتغسلي ليهم على خاطرك وكينفعوا في شحال من حاجه. وهذاك الورق ديال الورق النشاف ديال المطبخ حتى هو كنحتاجو، فهو ديما حاضر عندي، ولكن انا خليت هذا الرولو خصيصا باش ما نبقاش ديك ساعتين بارفوا كتكون عندي الحاجه منين كنلحق عليها كنلقاها سالات. وبالنسبه للمواد ديال التنظيف فانا جمعتهم هنا، هادو ما غيتقاسوش ان شاء الله. هادشي هذا ديال العيد غيبقى مجموع هكذا كيف ما كيبان لكم، غنحطو في شي بلاصه في السطح وغادي نخليه مجموع مهنيه منه. كاين هاد اوني ديال الماعن وهذيك بواطه ديال التيت ديال الماعن حتى هي. شنو بغيت نشارك معكم، هادو فيطات عاديين ديال المسيح ديال الطبله هكا ولا. وكاين هاد البونجات هادو اللي خديت ديال الغسيل ديال الماعن. واللي بغيت نشارك معاكم هو هذا البرودوي البنات خديته من بيم، اللي هو بصراحه غزال كينفع للزليج. داير هو نورمالمون داير بحال جافيل، ولكن هو ما كيحرقش في اليدين بالنسبه للبنات اللي كيتحسوا من جافيل اللي كتجيهم هذيك الكزيمه اللي صراحه شحال من بنت فوا كيقيسها جافيل في يديها كتبقى تحكي يديها، يعني كتولي فحال يرتلها. هذا البنات راه غزال وكان مقطوع في حقيقه من بيب، يلاه جابوه. وهنايا دايره هنايا جافيل، وكاين هذا ساني كروا دايره حتى هو كيخلي ريحه غزاله في الدار. واخا في صراحه في العيد واخا تعياو وما تخويو في جافيل ريحه اللحم وريحه الدم كتبقى واحد المده عاد كتحيد. وهذه صابونه دايرها غير هكا الزيوفه ديال اللي كنبغي نصبنهم هكا، دوك الزيوفه اللي كنمسح بيهم ولا شي حاجه كنصبنهم الصابونه ديال الحجره باش كتحيد منهم الريحه ديال الدم وديال اللحم وديال الشحوم وديال داكشي كامل. كان هذا هي الشبيكه اللي دايره فيها مواد ديال التنظيف. وبغيت نشارك معكم البنات عاوتاني هاد لاستيس هادي اللي كندير. حقيقه نهار العيد راه كيكون الانسان تالف عليها، انا كنشارك معكم هاد القضيه هادي. فهذا هو الزيف اللي كنرميه على الحولي منين كيتذبح في الليل. انا كنخليه معلق الليل كامل حتى الصباح حتى نقرضو. صافي كنغطيه بهاد الزويف هذا في بلاصه ما نبقى نقلب. فهاد الاشياء هذه كلها راني منظماها على اساس غنخليها على يديا على تيساع، ما غاديش نحيرو. في الاخر غنقول لكم علاش درت هاد الشيء هذا على بكري مده طويله قبل. اصلا ماشي بكري حقيقه، ما بكري ما والو، هذا هو الوقت. ما نسيتش ندير الطابليه ديالي اللي كنحتاج في الشقه. كتخليكم ميم كتكالي عليك شويه الوسخ ديال الدم على الحوايج. وهنايا فانا عندي فيطات اللي قدامين حطيتهم هنا. بطبيعه الحال ما جبتش الجداد لان نهار ديال العيد هو نهار التكرفيس، معروفه على نهار العيد ماشي ديال الحاجه جديده. عيد الكبير عيد ديال التكرفيس، عيد ديال المعقول، عيد ديال الخدمه كما تيقولوا. الوغ حاجه جديده كتبقى حتى كيتسالى العيد ان شاء الله، ونبغيو نزوروا الحباب عاد نلبسوا بيجامه جديده ونلبسوا جليليبه جديده وبليغه جديده كما تيقولوا، وبيان غير حويجات نقيقين ماشي بالضروره جداد. وما تنساوش تحطوا شي بيجامه اللي تكونوا باغيين تضحيو بها في الاخر، يعني ناويين تلوحوها. هنايا كاينين هاد المستلزمات هادو ديال الذبيحه ديال الحولي كيف ما تيبان لكم. هنايا الجنويه كبيره والمقده هادو حطيتهم جبدتهم على تيساع باش نشوفهم حدا عينيا. نتفكر انهم خاصهم يتمضاو ماشي حتى لاخر لحظه ونجبدهم نلقاهم حافين. كاين هنايا المنشار، كاين الشوايه يلا خديتها جديده. حقيقه انا كل عام كناخذ شوايه جديده لانهم كيتصداو، واخا تكون كيف ما بغات تكون راه هكا تصدى. يعني من الاحسن انا كنصحكم انكم تاخذوا شوايه كل عام.
تكون في المتناول. راه الشوايات راه كيبداو من كما تيقولوا من 15 درهم 20 درهم وانت طالعه حتى كاينه ديال 50 درهم، كاينه ديال 1200، كاين ديال 1400. كاينين شوايات باثمنه مختلفه، ولكن راه في الاخر كلهم كيضيعوا. الو خذوا اللي في المتناول اللي غدوزوا بها داك العام، وعام اخر عاوتاني تاخذوا حاجه واحده اخرى. كما قلت لكم هنايا كنجمع جميع المواد اللي كيخصوا الذبيحه والتقطاع ديال اللحم والماس الماضيين. مهم اي حاجه كنتفكرها انا درت هاد الشبيكه هادو كيف ما كيبان لكم. هاد الشبيكه هادي حقيقه جمعات ليا هاد الشيء كامل وخلاتني مهنيه. هذه هي التنظيم اللي الحاجه اللي كنقول لكم، يعني الا نظمتوا الامور ديالكم ما غتبقاوش عاد تقلبوا على موس وعلى جنويه وعلى فرشيطه وعلى كل حاجه. ديروها مع الاستعمال ديالها. وهنا عندي الكرده، فانا ما غنخليش ليهم فين يهضروا. ما خليتش الراجلي فين يقول لي جيبي لي، درت له الكرده الرقيقه والغليظه اللي بغيتيها موجوده. مهم ما نهبطش للدار نهار العيد صافي. وهذه كانت هي الشبيكه ديالي. خاصكم تحضيو البنات اللي كيديروا هادشي هذا، حضيو من الوليدات الصغار، حضيو من الوليدات الصغار، حضيو من الوليدات الصغار. الوغ ما تثقوش فيهم. انا هنايا غنغطي هادشي هذا، غنغطيه بهاد الزيف هذا اللي عندي اللي ديجا كنت لاويه فيه جنويه ومقطه وداكشي. غادي نغطيهم باش ما يبقاوش باينين. ومع ذلك ما غاداش نطيق واخا هكذاك، غادي نديرهم في شي بلاصه ونسد عليهم مزيان حتى نلحق عليهم. المهم انهم هما مجموعين في بلاصه وحده، يعني ما نبقاش عاد نقلب فينايا هادي فينايا هادي. هما مجموعين غادي نغطيهم وغادي نسد عليهم حتى نلحق على النهار ديال الذبيحه. ديك ساعتين راها ساهله، غنهز الشبيكه ونطلعها معايا للسطح، ماشي مشكل ديك الساعه. كان هادو هما المستلزمات ديال الذبيحه ديالنا. غندوزو دابا الحاجه اللي ما كيقدروش العيالات يقاوموها حقيقه، هي هاد الطويصات هادو ديال البلاستيك ولا البانيوات، هي اي حاجه ديال البلاستيك. فانا رغم انهم عندي في خرج لقيت هادو بصراحه عجبوني. الثمن ديالهم الشبكه وهاد الطويصه ديالهم 20 درهم، ولقيتهم في بلاصه واحده اخرى ب 15 درهم. غزالين. وبصراحه هاد الشباكي هادو راه كينفعوا بزاف في العيد. كنصحكم بالشباكي ثم الشباكي ثم الشباكي، لان فيهم كيستقطروا. كديري الكبده وديري مصارن وديري شحال من حاجه دواره كتحتاج شبكات فين تبقاي تغسلي وتحطي الحاجه تستقطر. مهم كل وحده دير على حساب الاحتياج ديالها، كل وحده والطريقه اللي كتخدم بها. الوغ انا جمعت هنايا هاد البانيو الكبير مع هاد القرطات هادو اللي عندي مع هاد الشبيكات هادو اللي خديت، فجمعتهم كاملين هنايا في هاد البانيو الكبير. وغيطلعوا حتى هما للسطح في واحد البلاصه خاصه بهم اللي غيبقاو معزولين حتى النهار ديال العمل كما تيقولوا يوم الجهاد. كيف ما قلت لكم غنخلي هادشي هذا مجموع بحال هكذا. وكان هادو هما الطويصات، هما الاغراض اللي كنحتاجو الغسيل ديال الدواره وديال الراس ومسائل نهار العيد. بالنسبه للبنات لهاد الشبيكه هذه اللي كتبان لكم دابا، فانا جمعه فيها الاشياء اللي كتخص البخور بهذا المعنى هذا. يعني خديت هاد المجمر صغيور داير تقريبا 160 ريال باش خديته. الناس اللي ما عندهمش مبخرات بهذا الشكل هذا، انا ديجا عندي مبخرات في الانواع الصراحه غادي نشاركهم معكم لان الجوده ديالهم مزيانه. كاينه هاد المبخره هذه دايره 35 درهم، كيكون فيها لداخل كديري فيها، هي خدامه بالحجره، كديري فيها طرف ديال البخور وكيبقى كتشعليها بهذه الطريقه هذه. ها هي كتبان لكم كتخرج البخور هنا. غنقربها لكم هذه البلاصه وغيبان لكم. بصراحه كتعطي واحد الرائحه غزاله في البخور اللي كديري فيها، وعمليه وزوينه، وكتبدلي لها الحجره من كتسالي. اللي ما عندوش يقدر كما قلت لكم يدير هذاك مجمر صغيور. وكاين عاوتاني هاد المبخره هذه اللي كديري تما كاين البخور وهنا تديري الفحم، كتشعليه وكتحطي فيه البخور ديالك وكتسديها وكتخلي الريحه كتخرج من هذوك التقيبات. شنو اخر كاين عاوتاني؟ عندي هاد البخور هذا اللي جاني من الحج، وعندي هذا البخور هذا ديال فاس. البخور راه كاين انواع كثيره، حاولوا انكم تشموا وتستلطفوا الريحه اللي نتوما بغيتوها.
وكاين ند عاوتاني. واللي ما عنده حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا الفحم اللي كنستعمل، اللي ما عنده حتى شي حاجه من هذا الشيء فيقدر يدير بخور ديال البخار، يعني الاشياء اللي كتطبخ في الماء وكتعطي ريحه زوينه في الدار باش تحيد لكم الريحه ديال اللحم وديال الدم من الدار. بحال مثلا انكم تطبخوا الخزامه، تطبخوا القرفه مع الحامض، تطبخوا اوراق ديال الاوكاليبتوس، تطبخوا شنو اخر، المهم شي حاجه بحال هكا اللي كتعطي ريحه زوينه، تحاولوا تطبخوها باش تعطيكم ريحه زوينه في الدار. انا عطيتكم البنات هاد الافكار كامله اللي كتشوفوا قبالتكم باش ما تبقاوش حتى لاخر لحظه وانتم مفتونين. يعني لا قبلكم وريتكم هادشي كله. وحاجه اخرى ما بغيتكمش تنساوها، الله يعطيكم السر، هي الليغون. حاولوا انكم تخدموا بالليغات، راكم غتستعملوا الفاخر وغتستعملوا شحال من حاجه، يعني يديكم غتكرفس بزاف بزاف بزاف، خاصه ظفاركم. حافظوا على يديكم، حافظوا على راسكم، كيف ما كتهلاو في حاجتكم وكتهلاو في كوزينتكم وكتهلاو في ديوركم، تهلاو حتى في يديكم. وما تنساوش هاد ما ورد البنات ترشوه عليكم ملي كتكونوا كتشقاو في السطح، عفوا الناس اللي كيشقاو في السطح يوجدوا هاد الشيء هذا. ما تنساوش تحنيوا ليت العيد، قضيو شغالاتكم بكري، وجدوا لكم حنينه، نقشوا، تهلاو في راسكم، فرحوا بنيتاتكم، فرحوا راسكم. وليكرون البنات ديال الشمس ما تنساوش، انا مازال مصره على البنات اللي كيشقاو في السطح في الشمس، ديروا ليكرون ديال الشمس، ديروا حطوا مرطب ديال الفم ديال اليدين على قراب ليكم، يعني بحال اللي دايره انا هنايا، دايره ما ورد مرطب ديال اليدين، ليكرون ديال الشمس، الحنه، ليغون، هادو اشياء اللي ما غاديش تفارق هاد الشبيكه هادي في العيد. وفي دوك الايامات ديال العيد كامله كنخلي هاد الشبيكه بحال هكذا. الحلقه ديال اليوم وصلت النهايه ديالها، كيف ما فكرتكم في التقديه ديال العيد، العطريه والبخور واشياء كثيره، فانا بغيت نفكركم في انكم ما تنساوش الغرض من السنه وتطبيقها، وما تنساوش الفقراء بالثلث من الاضحيه. شكرا بزاف وعيدكم مبارك سعيد. لبيك الله